السلام عليكم خوتي، تحية رياضية. موضوعنا لهذا الفيديو المقارنة بين اللائحة التي ذهبت إلى مونديال روسيا بقيادة إيرفي رونار واللائحة التي ستشارك في مونديال قطر بقيادة وليد الركراكي. ملاحظة قبل البدء في جرد اللائحتين هو أن لائحة روسيا كانت تضم 23 لاعب فقط، أما لائحة قطر تضم 26 لاعب. نبدأ بحراسة المرمى. شارك في روسيا ياسين بونو، منير محمدي ورضا التقناوتي. نفس الحراس هم الذين سيشاركون في مونديال قطر، يعني ياسين بونو محمدي والتقناوتي. بالنسبة لخط الدفاع وبالضبط قلب الدفاع، في روسيا كان بن عطية، سيس ومروان داكوستا. في مونديال قطر سيشارك 5 مدافعين في هذا المركز: نايف أقرد، رومان سيس، أشرف داري، جواد اليميق وبدر بانون. بالنسبة للأظهرة الدفاعية في مونديال روسيا كانوا 3 ديال الأظهرة: أشرف حكيمي، نبيل درار ومنديل. نفس الشيء بالنسبة لمونديال قطر، سيشارك فقط 3 أظهرة للدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي ويحيى عطية الله. بالنسبة للوسط في مونديال روسيا فكان أيت بن ناصر، دي كارسيلا، أحمدي، بالهندا، زياش، نور الدين أمرابط، أمين حريت، بارك بوصوفا وسفيان أمرابط. بالنسبة لمونديال قطر سيشارك في مركز خط الوسط سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، سليم أملاح، عبد الحميد الصابري، يحيى جبران، حكيم زياش وأمين حريت وسفيان بوفال وعبد الصمد الزلزولي وزكريا أبو خلال وإلياس الشاعر وبلال الخنوس. بالنسبة لخط الهجوم في مونديال روسيا كان يضم 4 مهاجمين: نصيري، كعبي، بوطيب وبوهدوز. أما في مونديال قطر فسيشارك في هذا المركز يوسف نصيري وعبد الرزاق حمد الله ووليد شديرة. إذن بعد هذا الجرد نستنتج أن هناك 8 لاعبين هم اللي شاركوا في روسيا وسيشاركون كذلك في مونديال قطر، اللي هما حراسة المركز ديال حراسة المرمى ب3: ياسين بونو، منير محمدي ورضا التقناوتي. في خط الدفاع رومان سايس وأشرف حكيمي، وفي خط الوسط حكيم زياش وأمين حريت، وفي خط الهجوم يوسف النصيري. شكرا على المتابعة، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك، هذا يسعدنا كثيرا. إلى لقاء آخر بإذن الله.